السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما أبدأ الفيديو أتمنى منكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد بنزله، وما تنسونيش في لايك وتعليق حلو منكم يشجعني. أنا محتاجة دعمكم جدا. أول حاجة يا حبايب قلبي هنقول بسم الله. هعمل معاكم النهاردة قرنبيط محمر. اول حاجه زي ما احنا شايفين كده يا حبايب قلبي، هنجيب القرنبيطيه كامله زي ما احنا بنشتريها كده، ونبدا نقطعها بالشكل اللي احنا شايفينه ده عشان تتسلق معانا بكل سهوله. ولازم وانت بتبدأي تقطعي القرنبيط تخلي من فوق كده الراس بتاعته كامله، يعني ما تخليهاش رفيعه قوي علشان تفضل كل قطعه ماسكه في بعضها ومتتكسرش منك اثناء التسويه او التحمير. شايفين يا حبايبي؟ هقطع الكمية اللي معايا دي كلها وهروح احطها في مية عشان تتسلق. انا كنت في الوقت ده مولعة على المية وكانت سخنة، وهبدأ اضيف فيها كمية القرنبيط بتاعتي، وكنت حاطة عليها رشة بسيطة كده من الملح علشان يدي طعم للقرنبيط. هضيف الكمية بتاعتي كلها وهسيبه يتسلق على نار وسط لانه بياخد وقت، لكن لازم تفضلي كده تقلبي فيه طول ما هو بيتسلق علشان ما يتكسرش ويدوب. علشان زي ما احنا عارفين يا حبايبي، اللي بيبقى تحت كده في قاع الحلة بيتسلق بسرعة اكتر من اللي فوق على الوش، فلازم نقعد نقلب فيه باستمرار. ودلوقتي يا حبايب قلبي اهو زي ما احنا شايفين القرنبيط كان يتسلق معايا، وجبت الحلة وهفضيه في مصفية تحت المية علشان اديله شطفة. ضروري انك تدي القرنبيط شطفة بعد السليق علشان بيبقى اكيد متسخ، وضروري ان احنا نديله شطفة تحت المية قبل ما نبدأ في تجهيزه، نحمره او نعمله خضار. وشايفين يا حبايبي انا كنت في الوقت ده هوريكم التسوية بتاعته. ضروري القرنبيط نعرف نسلقه كويس علشان ما يكونش ناشف معاكم اثناء الاكل، وفي نفس الوقت ما يتسلقش اكتر من اللازم علشان ما يتكسرش. شايفين نزل معايا سليم ازاي مش متكسر؟ تمسكي قطعة القرنبيط وتضغطي عليها، واول ما تلاقيها بدأت تطرى في ايدك تشيليها على طول من المية السخنة اللي هو فيها. ودلوقتي يا حبايب قلبي هبدأ اروح اجهز عشان احمر القرنبيط. اول حاجة بعملها بجيب كمية من الدقيق على حسب كمية القرنبيط اللي معايا، وبنخلهم بس زي ما احنا شايفين كده. الدقيق بيعمل تغليفة حلوة اوي للقرنبيط وبيعمله طعم جميل جدا. بس اول حاجة بنعملها بننخل الدقيق كويس عشان ميبقاش فيه اي تكتلات، عشان لو في اي تكتلات هتتجمع معانا في القرنبيط وهيبقى شكله مش حلو خالص وهيضايقنا اثناء التحمير. وبعد ما نخلت كمية الدقيق اللي معايا هبدأ أتبلها. حطيت عليها نص معلقة من الكمون، ونص معلقة من السبع بهارات، ونص معلقة من الملح، وهنقلبهم في الدقيق كده كويس قوي. التتبيلة دي بتعمل طعم حلو قوي للقرنبيط. وبرضه يا حبايبي الكمية اللي معايا هتحتاج حوالي 3 بيضات. جبت 3 بيضات زي ما احنا شايفين كده، وهبدأ أتبلهم برضه علشان طعم القرنبيط يبقى كله من التتبيلة. حطيت عليها برضه كمون، ورشة من الفلفل الأسود، ورشة من السبع بهارات، ورشة ملح بسيطة. وهبدأ أضرب البيض زي ما احنا شايفين كده. نضرب البيض مع البهارات كويس قوي لحد ما البهارات بتاعتنا تدوب كلها في البيض. وبعد ما نجهز المكونات يا حبيبي بتاعتنا دي كلها، هنبدأ نروح نغلف في القرنبيط. هنغلفه كويس قوي في البيض والدقيق. ودلوقتي يا حبايبي هبدأ أغلفه معاكم أهم. أنا كنت غلفت كمية وسبت يعني كمية بسيطة علشان أعملها معاكم وما اطولش عليكم في الفيديو. اول حاجه هنحط القرنبيط في البيض بالطريقه اللي احنا شفناها دي بالظبط كده، وبعدين نحطه في الدقيق ونغلفه كويس قوي بالدقيق. الدقيق بيعمل بقى في الوقت ده طعم وشكل حلو جدا. هتغلفيه كويس قوي بالطريقه دي. الدقيق هيخلي طعمه معاكي مختلف بجد، هيبقى شبه الكفته، هيودي طعم القرنبيط في حته تانية خالص. فين يا حبايبي قلبي؟ بغلفه بالبيض اول حاجه، وبعدين ببدأ احطه في الدقيق. ودلوقتي كنت حطيت كمية مناسبة من الزيت على النار لحد ما يسخنوا، وهبدأ أضيف عليهم القرنبيط علشان نبدأ نحمره. تبدأي كده ترص القرنبيط بتاعك في الطاسة واحدة واحدة، وتخلي فيه مسافة بين كل واحدة واحدة علشان التقليب.
لأن القرنبيط يا حبايبي زي ما احنا عارفين بيتقلب كتير اوي اثناء التحمير عشان تحمريه من فوق ومن تحت، فبيبقى عايز كده مساحة بين كل واحدة والتانية علشان ما يتحرقش منك اثناء التحمير. هنحمر القرنبيط يا حبايبي على نار وسط، ما تكونش عالية اوي عشان ما يتلسعش منك، وما تكونش واطية لان برضه بياخد وقت في التحمير، فافضل حاجة النار الوسط عشان ما يتحرقش. ودلوقتي يا حبايب قلبي القرنبيط كان بدأ يتحمر اهو، كنت حابة اوريها لكم وهو متحمر. اول ما يبدأ يتحمر كده كان شكله جميل قوي وريحته كانت حلوة جدا. افضل حاجة انك تحمريه بالشكل ده لحد ما كله يبقى لونه كده شبه بعضه وياخد اللون الذهبي من فوق ومن تحت. بتمنى منكم يا حبايب قلبي انكم تكملوا معايا الفيديو للاخر لان الشكل النهائي هيعجبكم قوي. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وما تنسونيش في لايك وتعليق حلو منكم، انا محتاجة دعمكم جدا. وما تنسونيش في دعوة حلوة، احنا كلنا بنشجع بعض وبندعم بعض، وانا محتاجة القناة تكبر معاكم وبيكم، شجعوني للاستمرارية. ودلوقتي يا حبايب قلبي زي ما احنا شايفين اهو، انا كنت حابة اوريكم شكل القرنبيط اثناء التحمير وايه اللون المطلوب علشان يكون طعمه لذيذ معاكم ومتحمر على الاخر. انا كنت اول كده ما ببدأ احس ان في حاجة اتحمرت ببدأ اقلبها على طول عشان ما تتلسعش والجوانب كلها تبقى نفس اللون. واهم حاجة نخلي النار تطول الحتة اللي فوق اللي من القرنبيط دي عشان تبقى اخدة اللون الذهبي برضو معانا. ودلوقتي انا كنت قربت اخلص الكمية اللي معايا، وزي ما احنا شايفين يا حبايب قلبي كده بسم الله ما شاء الله القرنبيط كان جاهز معايا اهو. كان شكله جميل قوي وريحته وطعمه كان تحفة. اتمنى منكم تجربوه بنفس الطريقة، ده هتعجبكم قوي. والقرنبيط ده يا حبايب قلبي اكلة لذيذة جدا، نقدر ناكلها بالعيش او بالرز، وبيتعمل برضو خضار. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وقدرت افيدكم حاجة من الفيديو، وياريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار مني بكل فيديو جديد بنزله. وما تنسونوش في لايك وتعليق حلو منكم يشجعني. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله يا حبايب قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.